وابو 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 مقصل مصر التقفيل، عبقري ومفيش بقى زيه مثيل. ده خلى الفار يحب الفيل واحمر وخلاه يشكي في همه. وابو 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 في تفكيره بجد لعيب، غير تفكير البني ادمين. صدر محشي لبلاد الصين مكتوب عليه ميد باي امه. وابو وابو خلى الطياره دي تقف في اشاره وتركن في الحاره وتمشي بنزين 80. خلى الطياره دي تقف في اشاره وتركن في الحاره وتمشي بنزين 80. وابو عليه اب يا ناس يا حفيظ، للتمثيل ياخد افشال تلميذ. ولا اخته يا لهوة علة غيظ نائر ونقير هي وابو. وابو وابو امه في البيت عامله له قلبان، واخوه دقدق بلطجي غلبان. عامل لنا فيها صرصر من ويخاف من الصرصر لو قابله. وابو وابو خلى الطيارة دي تقف في إشارة وتركن في الحارة وتمشي بنزين 80. خلى الطيارة دي تقف في إشارة وتركن في الحارة وتمشي بنزين 80. الطيارة دي تقف في إشارة وتركن في الحارة وتمشي بنزين 80. خلى الطيارة دي تقف في إشارة وتركن في الحارة وتمشي بنزين 80. وابو 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 انت ايه اللي معادك هنا عندي؟ انا قلت العب شويه العاب على ما تيجي يا وابو. اياك تمد ايدك على الجهاز تاني. ها اوعى. ايه يا وابو؟ اوعى. ايه يا وابو؟ انا بقى ما احبش حد يلعب في حاجتي، فهمت؟ طيب على العموم جهز السي في بتاعك، هنروح نقدم في شغل بكره، وده هات معاك اللابلوب ضروري، ما تنساش يا وابو. هاي يا حبيبي. ان شاء الله ان شاء الله. يلا امشي من هنا. سلام يا وباتي. الواد ده غبي، هيفضل طول عمره غبي. هي الاشكال دي ما ينفعش فيها ذكاء ابدا. ولا ممس. نعم. ولا ممس. ايه بقى؟ انت متاكد ان ده المكان؟ يلا ده بيقول لك ما حدش بيخش هنا الا لما يكون عنده خبره حوالي 80 سنه على الاقل. وبعدين ايه الواسطه اللي انت تعرفها يا اخويا عشان تشغلنا بيها هنا؟ اصبر، انت ليه متسرع؟ خليك رزين زي كده، كتك البلا فيك وفي شكلك وفي نضارتك. خلاص يا عم الرزين، انت دلوقتي كنت عاوز اللابتوب بتاعي في ايه؟ يعني كنا هنفتح النت نقرا شويه معلومات عامه يمكن يسالونا فيها. حاكم انا لازم اكون جاهز. غريبه يا ممس، بقى كل الاصرار بتاعك ده كله عشان اجيبه معايا عشان تعرف معلومات عامه؟ انا غلطان اني سمعت كلامك، ولعلمك ما فيهوش بقى وايرلس. كل حاجه بالصبر يا وابو، ولازم تعرف اني لا تاخذ الدنيا الا غلابا. لما نشوف يا عم الفيلسوف. وابو الحقني، مناخيري ثابت وممكن اغرق الدنيا. اجري هات لي كيس مناديل بسرعه. حاضر، امسك نفسك. حاضر حاضر.
المدير ايوه اهي. أيوة. شوف هيعمل ايه، هنشوف هيعمل ايه دلوقتي. لو سمحت يا استاذ، ممكن تشغلني عندكم واجيب لك شوكولاته؟ بجد؟ الله، بحب الشوكولاته قوي. حلو قوي. طب ممكن نمضي العقود؟ يلا بينا يلا بينا. ولا ميمس، جبت لك يا المناديل اهي. الواد راح فين؟ الله، والجهاز راح فين؟ التليفون بتاعه كمان مقفول. والله ما هرحمك يا ميمس لو شفتك. يا اختي كميلة، يا اختي كوتي كوتي كوتي، العروسة دي قدامي من زمان، عمري ما لعبت بيها ولا حسيت انها جميلة قوي كده. انت بقولك يا كميلة، ممكن ننفع نمضي العقود وبعد كده حضرتك تلعب براحتك؟ لسه العمر قدامك طويل. واخد اجازة واقعد العب بيهم. امال هتلعب في المكتب؟ دي حتى العروسة تزعل كده. طب انا همسكك مكاني لحد ما ارجع. ده شرف كبير ليك يا استاذ اني امسك هذا المنصب. والله يا ميمس لو شفتك ما هرحمك ابدا. يمكن يكون روح. ده غبي ويعملها. وبعدين بقى اعمل فيك ايه دلوقتي؟ اعمل فيك ايه؟ اموتك اموتك. ايه يا وابو بس، ايه في ايه؟ اهدى شويه، انت مالك عصبي ليه؟ خليك ريلاكس. يعني اروح اجيب لك المناديل اجي ما القكش انت واللابتوب واقعد ادور عليك والف حوالين نفسي زي المجنون؟ طيب يا بابو ماشي، الحق عليا، انا كنت بظبط لك فوق. يا سلام يا اخويا. كلمت لك المدير وقال لي خليني اقابله. بجد يالا يا ميمس؟ بس خلي بالك، لو سألك بتحب ألعاب الأطفال قول له أنا مش كافي عشان أحب الحاجات دي. هو أنت عشان ربنا اداكي رجلين تقعدي تتنططي بيهم طول النهار؟ ما ينفعش تقعدي أبدا. الحق يا دودو، الحق بص. إيه ده؟ مش ده ميمس صاحب وابو؟ في الواقع أنا قدرت أغير الشكل السيكولوجي للعلاقة المديرية بين فروق سنين الخبرة ومهارات العمل، وقد قمت بتوضيح ذلك في عدة مؤتمرات، بما إني أصغر كادر إداري في تاريخ الدولاب الوظيفي التعنتي اللامتناهي. يا موبو يا موبو. نعم يا صبري. اسكتي، مش شفت ميمس النهارده؟ العربية جاية تاخده من تحت بيته. طب بس لو واحدة صاحبتنا تفرقع من الغيظ، تعال اقعد وشوفه هو بيتكلم، ده بيقول حكم سبحان الله، يبات القرد جعان يصبح فهمان. انا اول مرة اسمع المثل ده. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ المدير؟ بس انا ما غيرتش فيه حاجة. ايه ده؟ هدخل الشفرة؟ وحد لعب في الجهاز ولا ايه؟ هابي بيرثداي تو يو. لازم تجيب اللابلوب معاك يا وابو، مناخيري ثابت، اجري هات لي مناديل يا وابو. لو سألك المدير قول له انا مش كافي عشان احب الحاجات دي. انت السبب على فكرة مش ميمس. الواد عمل الباسورد ازاي؟ انا مش عارف ابن اللذينه ده. لا ده انا كده هفك الجهاز واركبه من اول وجديد. ماشي يا ميمس ماشي، والله ما هسيبك. انا
هبيع جزء من الشركة. أنا معايا توكيل والعمولة توصل على البيت. برا برا منك له، مخصوم من كل الموظفين 10 سنين. انت بتعمل ايه عندك يا بني ادم؟ اي ايه ده ايه ده؟ ضربك زي ابويا بالظبط. بتلعب ابويا ولا ايه؟ يا عم انت ايه عايزين حاجة تاني؟